السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مسلسل أرطغرل من التمثيليات العظيمة جدا واللي اتعلمنا منه حاجات كتير وعرفنا منه معنى العزة، وكتير من أولادنا أخدوه قدوة ليهم في حياتهم في حاجات كتير جدا وبقوا بيقلدوه فعليا. لكن في حاجات في المسلسل غلط جدا وما ينفعش ان احنا ولا أولادنا ناخده قدوة فيها. تعالوا في الفيديو دوت نتعرف ايه هي الحاجات الغلط اللي جت في المسلسل، واللي جمعت لكم 4 حاجات منها. اول حاجة أرطغرل وهو بيأدب ابنه جندوز علشان اخد فلوس الربا، وهنا أرطغرل قام ضربه بالقلم على وشه. وهنا في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث جه في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجه. يعني في نهي صريح عن ضرب البني آدم على وشه، لأن الوجه يعتبر أشرف حاجة موجودة في الإنسان، ولأنه لطيف وبيجمع كل المحاسن، ففي نهي صريح عن ضرب الإنسان على وجهه. فلو أي حد قلد أرطغرل في الموقف دوت وراح يضرب ابنه بالقلم علشان غلط غلطة معينة علشان عايز يأدبه، فأعتقد إن ابنه هينحرف ومش هيتأدب، لا يمكن يعمل زي اللي جه في المسلسل أبدا. تاني حاجة معانا في المسلسل وهو صندوق ابن العربي. صندوق ابن العربي اللي جه في الجزء الأول واللي كان فيه حوارات غامضة جدا ومش عارفين ايه اللي جوه الصندوق. حليمة تاخد الصندوق تخبيه، وأرطغرل ياخد منها الصندوق ويخبيه، ويحصل قتال وحرب ما بين الصليبيين عشان عايزين يعرفوا ايه اللي جوه الصندوق. ويجي في الجزء التاني ويفتحوا الصندوق ويطلع الصندوق في سديري أرطغرل يلبسه علشان لما يلبسه مش هيحصل له أي مكروه. وده طبعا من الحاجات برضو اللي غلط في المسلسل واللي ما ينفعش ناخده قدوة ابدا فيها، وهو موضوع الشورى. أرطغرل كان طالع حاجة عظيمة جدا، لكنه ما كانش بياخد برأي اي حد في كل قراراته بتبقى صارمة ومفيش اي حد يناقشه فيها، مفيش اي نقاش، طالما هو قال القرار مفيش اي حد يناقشه فيه. وده طبعا من الحاجات الغلط، لان قدوتنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما ربنا قال له وشاورهم في الامر. وكانت من الكلمات المشهورة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو بيقول: أشيروا علي أيها الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد نزل عن رأيه ومشى بمشورة الناس، مع انه كان شاف رؤية وكان تفسيرها ان هو يحارب جوه المدينة مع الصحابة، لكن لما عمل شورى وشباب الصحابة كلهم اجمعوا ان هم يطلعوا يحاربوا بره المدينة، سمع كلامهم ونزل عن رأيه، وكان على طول يقول: أشيروا علي أيها الناس. والموقف ده اتكرر في حاجات كتير جدا، سواء في غزوة بدر او غزوة احد او غزوة الخندق، وامرهم شورى بينهم. برضو من الحاجات الغلط اللي جت في المسلسل اللي برضو شخصية أرطغرل طالعة شخصية ما بتغلطش خالص، كأنها منزهة عن الخطأ، مطلعينه في دور الانسان المعصوم، ودوت طبعا خطأ وما ينفعش ناخده ابدا قدوة، لان النبي صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين المعصوم عن الخطأ. ربنا سبحانه وتعالى عاتبه في مواقف كتير جدا، زي ما عاتبه عن موقف عبد الله بن ابي مكتوم لما راح له والنبي صلى الله عليه وسلم عبس في وجهه وربنا قال له عبس وتولى. فهنا مطلع لك أرطغرل وهو عمال يهزق بمسة علشان بمسة نفذ حاجة كان هو شايفها من وجهة نظره صح وما سمعش كلامه، فأرطغرل مسكه بستفه ومسح بكرامته الأرض. مع ان الصحابة اللي في غزوة أحد اللي كانوا على الجبل واللي ما سمعوش بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا وما ثبتوش في مكانهم، ربنا سبحانه وتعالى عفى عنهم. وفي الاخر مش اي حاجة يتقال عليها اسلامية ناخدها كلها بعملها من غير ما نفتش فيها وندقق فيها ونعرف ايه اللي بيتعرض علينا، لان في الاخر مسلسل أرطغرل زي غيره من المسلسلات تعتبر مسلسلات درامية من وحي الكاتب بتاعها، ومعظم احداثها غير حقيقية، ولكنه كان ولا يزال من احسن المسلسلات اللي اتعرضت على شاشة التلفزيون من ساعة ما ربنا خلق التلفزيون. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.